مرحبا متابعيني. اليوم سويت لكم حلا سميته حلا المتعادزين. لا فرن لا بيض لا طحين، مكوناته كلش بسيطة وموجودة ومتوفرة بكل بيت، والأهم من هذا كلش طيب وراح يعجب جهالكم. يعني بس تابعوا وياي الفيديو للأخير وشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسكت، أي نوعية بسكت عندكم لا تتقيدون، يعني أي بسكت عندكم موجود متوفر عندكم يرحم. وتقريبا خاشوقتين كاكاو باودر، وعندنا قشطة. محضرة الطعام هسه شو نسوي؟ نبدي نطحن البسكت. وهاي من بعد ما طحناه بالمحضرة الطعام ضربناه ضربا مبرحا صار بهالشكل. هسه شو نضيف؟ نضيف خاشوقتين الكاكاو الباودر. هسه نضيف القشطة ونعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي وصلت هيك تقريبا هيك عجينة صارت. هسه اي كيس نايلون عندكم ونبدا نخلي عليه العجينة. هسه من بعد ما كملناه نخليه بالثلاجة تقريبا نص ساعة. هاي تقريبا من بعد نص ساعة طلعناها من الثلاجة. هسه نبدي نقصصها. هاي كملنا تقطيع الكمية كلها. هسه شنو؟ أي نستلة كاكاو عندكم تذوبوها على حمام مائي وتخلون عليها شوية زيت. ليش نسوي هسه؟ حطيت هاي طلعناه من الفريز، يعني هو ما طول ربع ساعة جمل. شو نسوي هسه بالقوالب التقطيع هاي الكب كيك. شلوني؟ شنو رأيكم؟ انتوا بس جربوه وانطونا رأيكم.